السؤال دايما بيتسأل كتير، اقول لابني ولا ما اقولوش، واقول له امتى ان هو عنده صعوبة تعلم. السؤال ده بيكون يعني اسهل جدا جدا ان احنا نتعامل فيه لو الطالب ماشي على مع مركز وماشي على خطة مع المركز ده، لانه ساعتها هو مع الوقت بيبتدوا هم يفهموه بطريقة من الطرق بتاعة الناس المتخصصة ازاي احنا بنشتغل او احنا بنشتغل هنا ليه. لكن في العموم الطريقة الإجابة العامة، والإجابة العامة دي خلينا نقول إنها مش شرط إنها تنفع لكل الناس. الإجابة العامة هو إن إحنا المفروض بنعرف ابننا أو بنتنا وقت ما يوصلوا حوالي 14 سنة كده، إن هم 14 سنة فيما فوق، إنه أنت أو هي عندها صعوبة تعلم. بنفهمهم التشخيص اللي إحنا واخدينه، سواء إن أنا عندي فرط حركة، عندك فرط حركة، مش عندك يعني المشكلة اللي موجودة أو الصعوبات اللي أنت بتقابلها اللي هي فرط الحركة، مثلا تشتت الانتباه، صعوبة قراءة، صعوبة في الحساب. أهم نقطة هي دي اللي أنا عاملة عشانها الفيديو مخصوص، وأنا بفهمهم كده محتاجة أفهمهم ال other side، الوجه التاني من العملة. أنا ما جيليش أو ما بيكونش عندي صعوبة لوحدها وبس كده. الصعوبة دي لازم، وانا يعني بقالي 15 سنة شغالة في الولاد اللي عندها صعوبات تعلم وذوي احتياجات خاصة. الصعوبة دي بيجي لازم معاها موهبة، او بيجي معاها حاجة عندي فيها قدرات عالية. الولاد اللي عندهم ADHD احنا محتاجين نفهمهم ان موهبتهم في حاجة اسمها the hyper focus. يعني ايه the hyper focus؟ يعني اي حاجة بيحبوها يقدروا يدوها اهتمام 100 و1000% عن الناس التانية، حتى لو الحاجة دي صعبة جدا. الولاد اللي عندهم صعوبات تعلم القراءة والحساب عندهم نظرة فظيعة للمستقبل، يقدر يشوف الصورة الكبيرة. احنا ما نقدرش ساعات نوصل لصورة كبيرة بالمنظر اللي هو او هي بيبقوا شايفينه. بيكون عندهم قدرة على استيعاب ساعات التفاصيل بطريقة يعني احسن كتير كتير من ما يسمى النيوروتيبيكال او اللي احنا بنسميه الناس العاديه. فلو سمحتوا، لو عايزين نقول لاولادنا او نتكلم معاهم في انهم عندهم صعوبه، مهم قوي قوي كمان نحط لهم قصادها ايه الموهبه او ايه الحاجه اللي تميزهم مع هذه الصعوبه.